أهلا وسهلا بكم في قناة مناهج مدرسية مع الفيديو الثالث لمنهج اللغة العربية لسنة أولى ابتدائي الترم الأول 2019-2020. وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي ننطق حرف الألف زي ما احنا شايفين مع بعض. ألف ألف. حرف الألف كتب بالشكل ده، واحد واقف وفوق راسه همزة، واحد واقف وفوق راسه همزة. طيب نبدأ مع بعض بنشاط رقم 1. انطق وارسم دائرة حول الصورة التي بها صوت حرف الألف. وبيكون بالشكل ده، حرف الألف بيدي الصوت نشوف مع بعض نشاط رقم 1 بيقول ايه. انطق وارسم دائرة حول الصورة التي بها صوت حرف الألف. يعني هنبص في الصورة ونشوف يا ترى الصورة دي اسمها ايه. لو انا سمعت فيها صوت حرف الألف اللي هو بيدي الصوت يبقى هي دي هحط عليها دايرة. عندي صورة أرنب، أرنب. يا ترى نطقت فيها حرف الألف؟ لأن أنا عطيت الصوت في الأول اللي هو أرنب، يبقى دي فيها حرف الألف، يبقى أحط عليها دايرة. الصورة التانية صورة فأر، بعد الف فأر سمعت صوت يبقى ده فيها حرف الألف، يبقى أحط عليها دايرة. عندي الصورة التالتة بطة. يا ترى سمعنا فيها صوت حرف الألف اللي هو بيدي ما فيهاش صوت عشان دي اسمها بطة ما فيهاش حرف الألف، يبقى مش هحط عليها دايرة. عندي الصورة الرابعة والأخيرة أقلام فيها صوت حرف الألف أقلام، يبقى هحط عليها دايرة. شوف مع بعض نشاط رقم 2 بيقول لاحظ أشكال الحروف وارسم دائرة حول حرف. قلنا اللي هو الحرف ده اسمه ايه؟ شاطرين، برافو عليكم، حرف الألف. يعني أنا هشوف في كل شكل من الأشكال دي مكتوب عليها حرف، لكن أنا هشوف الشكل اللي مكتوب عليه حرف الألف وهو اللي هحط عليه دايرة. طب نمسك مع بعض شكل ونشوف يا ترى ده فيه ألف ولا لأ. الشكل الأول هنا زي ما احنا شايفين ده حرف الباء، باء مش حرف الألف، يبقى مش هحط عليه دايرة. اللي تحتيه حرف جيم برضو لأ. حرف عين برضو لأ. نيجي من فوق تاني، حرف نون لأ. راء برضو لأ. ده بقى ألف، اسمه ايه؟ ألف، واحد واقف وفوق راسه همزة، ألف. وهو بيقول لي حط دايرة على الشكل اللي فيه حرف الألف. طيب دوت عليه ألف، يبقى هو ده حط عليه دايرة. شاطرين، برافو عليكم. نشوف فوق تاني الشكل ده، واحد واقف وفوق راسه همزة، ألف هحط عليها دايرة. اللي جنبيه حرف ميم لا مش هحط عليه دايرة. اللي تحتيه ألف هحط برضو على الشكل ده دايرة، برافو. اللي جنبه جيم مش هحط عليه. آخر شكل معايا شين مش هحط عليه دايرة. وبكده عرفنا في النشاط ده هعمل ايه. سهل خالص وحاجة سهلة وبسيطة. اما بالنسبة للنشاط الثالث، نشاط رقم 3 بيقول انطق وصل صوت حرف الألف بالصورة المناسبة له. يعني أنا عندي شوية صور وعندي حروف الألف بأشكال مختلفة. يعني إيه بأشكال مختلفة؟ يعني عندي ألف فوق راسها فتحة زي ما احنا شايفين الأولى، وعندي هنا قدامها ألف تحتيها كسرة، وهنا ألف فوقيها ضمة، وألف
فوقيها سكون. طيب ايه يا مس حكاية الألف اللي فوقيها فتحة وضمة وكسرة وسكون؟ في كل حركة من الحركات دي اسمها تشكيل. اسمها ايه؟ مش سامعاكم. تشكيل. برافو عليكم. التشكيل ده هو اللي بيعلمني ازاي انطق الكلمة، ازاي اعرف اقرا الكلمة. لو انا عندي كلمة مكتوبة ازاي ابقى شاطر وكبير وحلو واعرف اقراها. فلازم يبقى فيه التشكيل ده اللي هو عبارة عن فتحة او كسرة او ضمة او سكون. عشان كده هحكي حكاية صغيرة ازاي نميز ما بين الفتحة والكسرة والضمة والسكون. حرف الألف طلب من مامته حاجة حلوة فعطت له فتحة. عطت له ايه؟ فتحة. الفتحة دي حطها فوق راسه زي ما احنا شايفين. يبقى مامته عطت له حاجة حلوة اللي هي فتحة فوق راسه. الفتحة اللي فوق راسه دي بتغير حرف صوت الألف وتخليه أ. يبقى الألف بيدي الصوت لما يبقى فوق راسه فتحة أ. زي مثلا أرنب أ. أرنب. زي مثلا ألف فتحة أسد أ. أسد. وفي يوم وقعت منه الحاجة الحلوة اللي فوق راسه وبقيت تحت رجله وبقى اسمها كسرة. اسمها ايه؟ كسرة. شاطرين. يبقى وقعت من فوق راسه بقيت تحتيه اسمها كسرة. الكسرة دي بتكسره وتخليه يدي الصوت اء. يدي الصوت اء. يدي الصوت اء. يبقى الكسرة بتبقى تحت رجله بيدي الصوت اء. زي مثلا كلمة إبريق. إبريق. احنا كسرنا حرف الألف لما وقعت من فوق راسه وبقيت تحت رجله بقى الصوت اء زي إبريق. راح فضل يعيط ويقول لمامته الحاجة الحلوة اللي انت عطيتها لي يا مامتي يا حبيبتي وقعت مني تحت رجلي واتكسرت. راحت عطت له حاجة تانية اسمها ضمة. اسمها ايه؟ ضمة. يعني ايه ضمة؟ بيبقى شكلها كده زي الباب الصغنطوطة ديت. ضمة بتبقى فوق راسه ضمة اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى الألف فوق راسه ضمة. هيدي الصوت ايه بقى يا اولاد يا حلوين؟ هيدي الصوت أ. أ. ضمة. بضم صوت حرف الألف بالضمة هيدي الصوت أ. لما يبقى فوق راسه ضمة زي ما احنا شايفين هيدي الصوت أ. زي الكلمة أذن. أذن. أنا ضميت الألف في الأول أ. أ في كلمة أذن. أذن. يبقى عطتله ضمة بدل الكسرة. طيب قعد يفكر ويفكر ازاي يحافظ على الضمة ديت عشان ما تقعش منه تاني في الارض وتتكسر. قعد يفكر وراح قال انا غيرها لسكون. اخليها سكون. سكون ده اللي هو الدايرة الصغنطوطة اللي فوق الحرف. سكون هتبقى دايرة صغنطوطة ديت سكون. يعني بتخلي الحرف يقف مكانه. بتخلي التشكيل يقف مكانه ما يتحركش. ما يديش ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. يبقى ساكن مكانه. ازاي يبقى نطقه؟ يعني أ. يقف كده أ. انا وقفت مكاني ما عطتش اي تشكيل. ألف أ. ألف فوق راسها سكون يدي الصوت أ. زي كلمة رأس. الرأس. أنا الألف اللي في النص بتاعت كلمة رأس فوق راسها سكون. رأس. فكده وقفت مكانها رأس. نراجع مع بعض القصة الصغيرة ديت. ألف مامته عطت له حاجة حلوة اسمها فتحة. الفتحة بتفتحه وتدي الصوت أ. وقعت منه واتكسرت بقى اسمها كسرة. كسرة بيدي الصوت إ.
إيه. راح طلب من مامته حاجة حلوة تانية بدل الكسرة اللي اتكسرت، فعطتله حاجة اسمها ضمة. الضمة بتدي الصوت أو. ضمة يعني بضم بقي. يلا ضم بقك معايا. أو. حط ايدك على بقك وضم بقك. أو أو. راح فكر ازاي يحافظ على الضمة دي ويغيرها تبقى سكون. سكون يعني ساكنة، يعني تحافظ على شكل الحرف وصوت الحرف ما يتحركش. ألف عليها سكون اللي هي الدايرة الصغنطوطة تدي الصوت أ. تمام كده عرفنا قصة حرف الألف والتشكيل والصوت بتاعها. احنا هنبص بقى على كل صورة ونشوف حرف الألف بيتنطق من ايه في الحروف ديت. أول صورة عندي الصورة دي صورة رأس. رأس. يا ترى أنا نطقت فعلا فيها حرف الألف، بس عطيت حرف الألف سكون، يعني وقف مكانه ما تحركش، ما عطاش ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. رأس. رأس. يبقى ديت هوصلها بالألف اللي عليها سكون بالشكل ده. الصورة التانية أذن. أذن. نلاحظ ان انا ضميت بقي، عطيت ضمة. أذن. طب ايه الحرف اللي بيدي الضمة؟ ايه حرف الألف اللي انا لازم يدي الصوت أو. أذن. أذن. شاطرين، برافو عليكم. الألف اللي فوق راسها ضمة. الألف اللي فوق راسها ضمة هي اللي أنا لازم أضم بقي فيها زي كده أو. أذن. يبقى هوصل ألف ضمة بالشكل الأذن، بصورة الأذن. الشكل الثالث أرنب. أرنب فيها برافو حرف الألف. يا ترى حرف الألف فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون؟ أنا فتحت صوتي بقول أرنب. يبقى يا ترى ايه حرف الألف من دول اللي بيدي الصوت برافو. الألف اللي فوق راسها فتحة اللي بتفتحه بيدي الصوت أرنب. طيب الصورة اللي بعد كده الصورة الرابعة اسمها إبريق. 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 نلاحظ مع بعض يا أطفال يا حلوين، أنا كسرت صوت حرف الألف بقول إبريق. طالما كسرته يبقى لازم اختار الألف اللي فوق راسها فتحة ولا اللي تحتيها كسرة ولا اللي فوقيها ضمة ولا اللي فوقيها سكون. أنا سامعاكم، برافو عليكم. اللي تحتيها كسرة عشان أنا بقول إبريق. إبريق. يبقى الألف اللي تحتيها كسرة، يبقى أوصل حرف الألف باللي تحتيها كسرة بصورة إبريق. الصورة الأخيرة مقص. مقص. يا ترى دي فيها حرف الألف؟ أنا سامعاكم، برافو. لا طبعا ما فيهاش حرف الألف، يبقى مش هوصلها بحاجة. بعد كده عندي نشاط رقم 4 بيقول استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الألف. عندي صورة أسد، يعني هعمل ايه في النشاط ده؟ أسد دي فيها حرف الألف، بس احنا هنشوف يا ترى حرف الألف موجود في الأول ولا في النص ولا في الآخر. لو حرف الألف موجود في الأول زي كلمة أسد أسد، هحط دايرة مكان المربع اللي أنا المفروض هيكون فيه حرف الألف اللي هو بيتكتب في الأول. أنا طالما ألف موجودة في أول الكلمة يبقى هحط دايرة في المربع اللي في الأول الكلمة. أسد، يبقى الألف موجودة في أول كلمة أسد، يبقى حطيت دايرة في المربع الأول هو حللها. نيجي للمثال التاني، صورة فأر. فأر. فأر فيها حرف الألف بس في النص، يبقى لازم أجي في المربع اللي في النص ده، يبقى لازم أجي في المربع اللي في النص وهرسم دايرة. طيب المثال الثالث صورة كأس. كأس. كأس برضو فيها حرف الألف بس في النص، يبقى أجي في المربع اللي في النص وأحط صورة دايرة. في الجزء الثاني من النشاط بيقول استمع ثم ارسم دائرة حول حرف الألف فيما يلي.
يعني هقرا الكلمة وانت تسمع الصوت وتركز. لو في حرف الألف هتحط دايرة حول حرف الألف، زي الكلمة الأولى. اسمع معايا عشان هتحط دايرة حوالين حرف الألف. أحمد، أحمد. ألف حاء ميم دال. ألف يبقى فيه هنا حرف الألف، يبقى أحط حوالين حرف الألف دايرة. شاطرين، برافو عليكم. الكلمة اللي تحتيها أسرتي، أسرتي. فيها حرف الألف بس ألف ضمة، ألف ضمة يتنطق أسرتي، أسرتي. ألف سين راء تاء ياء، أسرتي. ألف في الأول ألف ضمة يبقى أحط عليها دايرة. الكلمة اللي في النص أختي، أختي، أختي. فيها حرف الألف، ألف ضمة خاء تاء ياء. برافو عليكم، يبقى أحط حوالين الألف الضمة. برافو. بعد كده عندي أحب، أحب، أحب. برافو، فيها حرف الألف، ألف ضمة ألف حاء باء. يبقى فين الألف؟ الألف الأولى دي اللي عليها ضمة. آخر كلمة أخي، أخي، أخي. ألف عليها فتحة خاء ياء. برافو، يبقى أحط دايرة حوالين الألف اللي عليها فتحة لأن هي دي حرف الألف. نشاط رقم 5 سهل جدا، بيقولك اكتب حرف الألف. عندي أصحابنا الحلوين حرف الألف بكل التشكيلات بتاعتها اللي احنا خدناها مع بعض. ألف فتحة، ألف ضمة، ألف كسرة، ألف سكون. احنا قدامها في نقط، هنمشي على النقط ونكتب الحرف زي ما موجود عندي بالظبط. الألف فتحة نكتبه ازاي؟ نكتب واحد واقف وفوق راسه همزة. طيب ده ألف فتحة، نحط الشرطة فوق راسه، شرطة فوق راسه. طيب ألف ضمة، ألف فوق راسها ضمة، نكتب واحد واقف وفوق راسه همزة ونحط فوق راسه ضمة، ضمة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ألف كسرة، ألف نكتب واحد واقف والهمزة بقى هنحطها واقفة تحت رجله، تحت رجله من تحت الهمزة، عشان دي ألف كسرة، كسرة بتكسره، وقعت منه واتكسرت، يبقى هحط الهمزة تحت رجله. وتحت الهمزة هحط شرطة اللي هي بقيت كسرة، كسرة، ألف كسرة. آخر حرف معايا الألف سكون، ألف سكون، واحد واقف وفوق راسه همزة ونحط السكون شكله ازاي؟ عبارة عن دايرة صغيرة فوق الهمزة، دايرة صغيرة بقيت ألف سكون. بعد كده عندي نشاط رقم 6 الأخير. انظر إلى الصور واكتب حرف ألف مع الضبط بالشكل. يعني أنا هشوف الصورة وهكتب يا ترى حرف الألف اللي موجودة فيها ديت ألف فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون. عندي الصورة الأولى صورة أسد، أسد. أنا فتحت صوتي في حرف الألف، يبقى يا ترى الألف فوق راسها إيه؟ برافو برافو، أنا سامعاكم، فوق راسها فتحة، يبقى أكتب هنا تحت الأسد ألف فتحة، ألف فتحة فوق راسه شرطة. طب الصورة التانية صورة رأس، رأس فيها حرف الألف بس ألف سكون. ليه سكون؟ لأنها وقفت مكانها وما اتحركتش. الرأس، الرأس، يبقى أكتب ألف فوق راسه سكون اللي هي دايرة صغنطوطة، ألف فوق راسه دايرة صغنطوطة اللي هي السكون. عندي الصورة التالتة إبرة، إبرة. نلاحظ مع بعض ان احنا كسرنا حرف الألف، بقول إبرة، إبرة، يبقى الألف تحتيها كسرة. برافو، يبقى اكتب الألف والهمزة واعد تحت رجله وتحت الهمزة هحط الكسرة. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نكتب حرف الألف بالتشكيل،
وإلى اللقاء في حرف جديد مع فيديو جديد. باي باي.